لو انت كنت زي حالاتي وبتروح الانترفيو بقلب جامد كده والفورمال اللي احنا سالفينه ده اصلا، وتخش كده وتقول بمنتهى الثقه انا بعرف امالتي تاسكينج، رحنا في داهيه. والله رحنا في ده. للاسف المالتي تاسكينج حاجه ابتدت الناس كلها تسعى انها تعملها مع انها اصلا علميا غلط. انا اسفه يا استاذ اتش ار العظيم اللي كنتوا بترفضوني من غير ما تقولوا لي السبب، بس انا عرفت والله. الراجل العظيم قال لنا في الكتاب انك لما تعمل حاجتين في نفس الوقت معناها انك مش هتعمل حاجه فيهم. الله يطمنك، انا فاكره اخر انترفيو رحت قلت لهم ان انا حياتي مبنيه على المالتي تاسكينج. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ واحد تاني مصر يندمني ومصر يحسسني بالذنب، كاتب وبيقول ان المالتي تاسكينج ده بيديك الفرصه انك تسكرو اب مور ذان وان ثينج. يعني انت مش مجرد بقى مهبل في واحده، انت هتهبل في اكتر. برافو. عايزه اقوله لك ان المالتي تاسكينج عباره عن كذبه عشان انت بتقنع نفسك انك ما عندكش وقت يا حرام، فمضطر تعمل حاجتين في نفس الوقت. المشكله مش في الوقت، المشكله في حضرتك. والحق نفسك بقى في الانترفيوز الجايه ومسحها من السي في. ده انا كنت كاتباها في كل حاجه يا جماعه، كان ناقص اكتبها مالتي تاسكينج في شخصيتي. هي دي بقى الحقيقيه بجد، يعني انا عندي مودز مختلفه جدا الحمد لله. مالتي تاسكينج في الاديوكيشن، ما اعرفش ازاي اصلا الناس عدت الكلام ده، انا مش فاهمه كده. الحمد لله لسه قاعده في البيت.